السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم البرقوقس بالتعمير. وباش نديرو هاد البرقوقس بالتعمير غادي نجيبو كيكوطة نديرو فيها الزيت. كان عندي أنا فخذ تاع دجاج درته، دي الكمية اللي تكون عندك قادرة ديريها. جبت هنايا حبة بصل تكون كبيرة، قطعي بصل تاعك عشوائيا يعني عفوا. غادي من بعد كل شي نطحنوه، قطعي يعني عشوائيا. جيبي حبة كورجات صغيرة قطعيها تاني، جيبي زوج حبات طماطيس نقطعهم. هذه كونتيتي راح تخرج لك زوج زلايف. هنايا الا كانت عندك كروطة تكون كبيرة ديري زوج كبار، ولا كانت هكا صغيرة، انا كانت عندي صغيرة درت واحد 3 حبات ولا 4، درت 4 حبات يعني من الكروطة. قطعيها عشوائيا. هنا جبت فصوص تاع الثوم، يعني واحد 6 حب فصوص تاع الثوم. كما نعرفوا البرقوقس يبغي راس الحانوت يبغي الثوم. درت هنا مغرف كبيرة طماطم مصبرة اللي هي طماطيس تاع القوطي. درت الملح، درت التوابل اللي هما راس الحانوت، فلفلة حمراء، كركم، عود قرفة، سكنجبير والحرور. نديرو قاع التوابل ونخلوه يتقلى لمدة يعني 5 دقائق هكا. ودرت تاني الكركم اللي هو الكركب. درت السكنجبير تاني. ما بغيتش نقعد نفرغ غير بشويه. جبت مغروف وقعدت ندير بها خطره واحده. هذه فلفله حمراء شريتها، شبغي نقولكم خواتاتي، اول مره يعني ملي راني نطيب نطيح في فلفله حمراء شابه كي من هذه. يعني الماء من بعد نكتب لكم وين المحل شريت عليه. انا بلعت الكيكوطه تاعي بعد ما خليتهم يتقلاو. جبت ربطه تاع قزبر كنت غسلتها مليح مليح، وما درتهاش مع الاول ملي كان يتقلى، لا خليته يتقلى شويه، قلت لكم واحد 5 دقائق ولا قليه. ومن بعد ديري ديك الربطه تاع القزبر ومرقي بالماء حامي. يعني كاع الاكل تاعك باش يجيك بنين مرقيه بالماء حامي، سواء كان البرقوقس ولا حاجه واحده اخرى، مرقيه بالماء حامي. نقفل على الكيكوطه تاعي، ومن جهه نروح نجيب البرقوقس تاعي شللته غاية الغاية بالماء بارد، يعني الماء من السبالة، وقطرته باش نقربو منه. شتو هذيك الغبرة اللي تكون في الحانوت وبرا في الطريق وكاع، غسلته غاية الغاية. هذا برقوقس مفتول يعني شريته. والمرة الثانية عاود غسلته ولكن بالماء دافي، الماء حامي كما نقولوا. غسلت به وقطرته كما راكم تشوفوا. قطرته غاية الغاية، خليته واحد 10 دقائق ودرته يفور. انا ندير هاد المراحل عفوا باش ما يتشربليش بزاف الروا تاع كيما نقولوا حنا. هاني درته يفور داك البويون يتشرب بزاف يعني ما يجيكش شباب. هنايا جبت نخدم التعمير اللي بزاف منكم داقته عندي وقالت لي شدرتي فيه، يعني كشعان الوحده اعجبها عندي. ان شاء الله يكونوا يشوفوا في هذا الفيديو ويشوفوا كيفاش نخدمه. قلت لكم هنايا طحنت البصل وكميه من الثوم والدجاج، يعني صدر دجاج. كما تعرفوا صايركم والفتوني بلي انا ما نبغيش نشري من برا اللحم مطحون، نبغي نشري ونطحنه في داري. درت كميه هنايا من القزبر، درت حبه تاع بيض، ولا كانت كبيره ديري غير نصها ولا على حسب الكميه اللي تكوني دايرتها. هنا درت نفس التوابل اللي درتهم في البرقوقس درتهم في التعمير، راس الحانوت، الكركب، السكنجبير، الحرور. درت غير شويه فلفله حمراء، شويه يعني كميه قليله. وبطبيعه الحال نديرو تاني الملح، نخلطوهم
غير شوية خلطهم. يعني تنجمي ديري هاد المراحل بلا ما يكونش عندك أشهر، ولا تقدري ديريهم، يعني ديري شوية لحم مطحون تشريه من برا، ولا تخلطي هاد المكونات يعني غير بيدك. ولا تاني هنا جبت شوية سميد، يعني حوالي 3 مغارف كبار سميد رقيق، كنت قليته طبعا. انا اليوم اختاريت ندير لكم زعما يعني البركوكس تاعي بالتعمير، الكفتة يعني تاع الدجاج، ولكن تاني احسن يجيب الكفتة تاع الكفتة الحمراء كيما نقولوا فيونداشي، يجي تاني روعة طوب بيه. هنا بعد ما طحنت وتحصلت على هذا الخليط، رحت جبت هنا ساشي، وإلا عندك سيلوفان عفوا تقدرين تاني ديري فيه يعني، ولكن من الأحسن ساشية يعني راح تعاونك بزاف. كل وحدة وش تفضل. هنا عمرت التعمير تاعي في ساشية، قلت لك الا كان عندك سيلوفان تاني تقدري ديريه في السيلوفان. نسقد التعمير تاعي يعني نديره كالحربوش، نديره هكا بالطول كالحربوش، ونربط ديك الساشية تاعي نحزمها كيما نقولوا. شوفوا الطريقة اللي راني نديرها بها باش نتحصل على حربوش، من بعد كيف نقطعه. راح نفور الحال. هنايا كنت فورت يعني البركوكس تاعي التفويره الاولى قلعته، ورحت جبت هذاك التعمير تاعي درته في الكسكاس يفور، يعني غادي نفوره شويه قد ما يدخل له الطياب غايه الغايه هذا التعمير تاعي، ومن بعد نعاود نديره مع المرق تاع البركوكس باش تدي هذيك البنه. نقولوا هنايا البركوكس تاعي درت الملح، بطبيعة الحال ما غاديش نخلو باش يقعد لنا صامت، درت كمية قليلة من الزيت غير باش ما يتعجليش كيما نقولوا حنا، وحليته. هنايا هنا البنات رحت جبت كاس ما، يعني غير رشيت ما با كاس ما، يعني غير رشيت غير شويه داك البركوكس تاعي. قلت لكم انا ندير هاد المراحل في البركوكس، كاين اللي ما يديرهاش، انا ندير المرحلات كما نقولوا، نبقى نخدم فيه نعاود فيه ونفور فيه باش ما يشربليش بزاف ديك البيور، ويجيني حبه قد حبه، ما تجيش حبه ولا خليطه وحبه ركيكه وحبه. هنا عاودت فورته للمره الثانيه، وجبت المرقة تاعي كانت وجدت راني طحنتها. انايا البنات نبغي نطحن في الرحى تاع الخضره تاع بكري، ما نبغيش نصفيه وما نبغيش نميكسي الخضره تاعي، نبغي نطحن في الرحى تاع بكري تاع الخضره. هنا داك التعمير تاعي راه طاب، رحت جبته درته في المرقه، خليته يطبخ غير شويه باش يدي لي ديك البنه تاع المرقه. وهنا البركوكس تاعي راه طفار لي للمره الثانيه. هذه التدبيره تاعي تبغوا ديروها تبغوا تستغناو عليها. نعطر كما نقولوا حنا، نعطر البركوكس تاعي. قلت لكم البنات هذه التدبيره تاعي خاصه بيا، كاين تنجمي تستغناي عليها. درت قلت لك فص من الثوم وراس الحانوت وفلفله حمراء، يعني درت غير شويه وخلطته وخليته بجيه حتى الوقت اللي نبغي نطبخ البركوكس تاعي نروح نرمي في داك البويون. يعني هذه التدبيرات تنجمي تستغناي عليها كما تنجمي ديريها، راح تزيدك في البنه تاع البركوكس، يعني تزيد في البنه على بنه.
هنا جبت واحد 3 فصوص من الثوم، وجبت هنايا شوية بويون من هذيك المرقة تاعي اللي كانت طابت. درت كمية تاني من القزبر، يعني خليت قلت لكم شوية تزيين، ودرت تاني شوية جامبو، وخلطت بالميكسور. يعني هذه هي العقدة كما نقولوا الدرسة تاع الثوم تاع عفوا تاع البرقوقس. ميكسيها. الا ما كانش عندك الميكسر، انا نعطيكم كاع الحلول. لما كانش عندك الميكسر تقدري نورمال تكرفسي الثوم تاعك وديري لي زيبيس وتقطعي القزبر غير رقيق. هنايا التعمير تاعي قطعته بهذه الطريقه، يعني دائري. هنا كنت درته يعني سبق ودرته في ديك المرقه، طبخ لي شويه دالي ديك البنه تاع البويون تاع البرقوقس كيما نقولوا. هنا تقدري تنجمي تزيدي تقطعي تقسمي على زوج ولا على 4، لكن الاختيار، لكن من الأحسن تخليه هكا دويرات. وداك الدجاج فتته. هنا البرقوقس تاعي راح طبخ لي البويون تاعي ورميته. هذا هو البرقوقس تاعي.